لو عايز تعرف ايه الاسباب اللي بتخلي العدسه ال 50 مللي هي العدسه الوحيده في شنطه الكاميرا بتاعتي، اتفرج على الفيديو ده. ولو عايز تكسب عدسه 50 مللي ببلاش، كمل الفيديو ده للاخر. اول سبب لان انت ممكن تستخدم العدسه دي تقريبا في كل حاجه، لان البعد البؤري بتاعها قريب جدا للبعد البؤري بتاع عين الانسان، وده معناه ان الزاويه اللي العدسه بتشوفها هي نفس الزاويه اللي عينيك بتشوفها، وده بيخليك تاخد صور تخلي اللي بيتفرج على الصوره دي يحس ان هو في قلب الحدث. كمان الفوكال لينس بتاع ال 50 مللي ده تقدر تستخدمه في انواع كتير من التصوير، ممكن تصور بيها ويدنج، ممكن تصور بيها فود، ممكن تصور بيها برودكت، ممكن تصور بيها فيديو زي ما انا هستخدمها في الفيديو ده، ممكن تستخدمها في تصوير الماكرو لو استخدمتها مع اكستنشن تيوبس او استخدمتها مع ريفرس رينج. كمان العدسه دي لو انت استخدمتها على بادي كروب فريم بتديك الفوكال لينس تقريبا بتاع العدسه ال 85 مللي، وده بيخليها عدسه بورتريه هايله جدا لو انت بتصور ببادي كروب فريم. تاني سبب ان العدسه دي برايم، وده معناه ان الفوكال لينس بتاعها مش بيتغير، ما فيهاش زوم، وده هيضيف لك حاجتين. اول حاجه ان انت هتاخد شاربنس عاليه جدا في الصور بتاعتك حتى لو انت بتصور بيها على اوسع فتحه عدسه، ويا سلام لو قفلت فتحه العدسه بتاعتك دي خليتها على 2.2 او 2.8 هتاخد شاربنس عاليه جدا، وده هيخليك تعلي الكواليتي بتاعت الصور بتاعتك. وكمان فكره انها برايم لينز وما فيهاش زوم ده معناها ان انت هتتحرك كتير، وده هيخليك تشتغل على الكومبوزيشن بتاعك وتعمل تكوين احسن للصوره بتاعتك. تالت حاجه وده الدلع بقى بتاع العدسه دي هي انها بتيجي بفتحه عدسه واسعه جدا 1.8، وده بيخليك تدخل اضاءه محترمه جدا في الظروف الضعيفه، وده بيصنفها ضمن العدسات اللي بيسموها فاست لينزز علشان بتقدر تسرع الشتر بتاعك. فبالتالي لو بتصور بالعدسه دي في مكان ظروف الاضاءه فيه مش كويسه يبقى انت هتطلع اضاءه كويسه في الصوره بتاعتك، وفي نفس الوقت هتبقى بتسرع الشتر عشان تاخد صوره ثابته. انت مثلا لو معاك العدسه ال 1855 الكيت لينز اللي بتيجي مع الكاميرا بتاعتك، فدي لو انت هتصور على نفس الفوكال لينث اللي هو 50 مللي تقريبا، فتحه العدسه عندك في العدسه دي هتبقى 5.6. ده معناه ان انت لو جبت عدسه 50 مللي وصورت بيها هتاخد نفس الزاويه دي بالظبط، بس هتدخل 8 اضعاف الاضاءه. انت متخيل 8 اضعاف الاضاءه دي هتفرق لك قد ايه في الصوره بتاعتك؟ واكيد فتحه العدسه الواسعه دي هتخليك تاخد عزله اكتر، هتخليك تعمل الباك جراوند اوت اوف فوكس بشكل احسن، بتعمل بوكي اكتر، بتخلي الصوره بتاعتك دريمي كده. او لو انت عايز تاخد عين المشاهد اللي بيتفرج على الصوره وتوديها ناحيه الحاجه اللي انت حاطط عليها الفوكس، ده هيحصل في العدسه دي لان انت هتقدر تعزله تماما عن الباك جراوند. وطبعا لو ركبت العدسه دي على بادي كروب فريم فالفوكال لينث هيبقى اكبر، فبالتالي هتاخد عزله اكتر لو استخدمت العدسه دي على كروب فريم. رابع سبب ان العدسه دي وزنها خفيف جدا، تقريبا وانت مركبها على البادي بتاعك ما بتبقاش حاسس بوزنها، كانك ماسك البادي من غير ما يبقى عليه عدسه، وده هيسهل عليك جدا لو انت بتتحرك بالعدسه كتير. ممكن لو انت بتصور ستريت فوتوغرافي هتفرق معاك جدا، ولو انت من الناس اللي بتسافر ومش عايزه تشيل عدسات ويبقى معاها وزن كتير تقدر تاخد معاك العدسه ال 50 مللي دي، تقريبا هتغنيك عن 80 او 90% من باقي العدسات. خامس سبب وده المهم لمعظم الناس هي انها مش غاليه. فكره ان انت يبقى معاك عدسه بتعمل شاربنس كويسه جدا، بتدخل لك اضاءه محترمه جدا، بتعمل لك عزل في الصور بتاعتك، ده معناه ان انت هتطلع صور الكواليتي بتاعتها احسن وشكلها بروفيشنال اكتر، بس في نفس الوقت انت ما صرفتش فلوس كتير. نيجي بقى لموضوع الجيف اواي او الهديه دي. لو انت بتتفرج على الفيديو ده في فرصه ان انت تكسب عدسه 50 مللي كانون او نيكون، انت اللي هتختار. كل اللي انت محتاج تعمله ان انت تعمل فولو انستجرام اكونت وتعمل منشن ل3 صحابك وتسيب كومنت تحت تقول اذا كنت عايز العدسه دي كانون او نيكون، وطبعا لو مش مشترك في القناه تشترك في القناه. وهعمل سحب يوم 17/2 ان شاء الله راندوم كده لواحد هيكسب عدسه كانون او نيكون 50 مللي. لو انت بتتفرج على الفيديو ده على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب، ولو بتتفرج عليه على فيسبوك يا ريت تعمل لي فولو عشان توصلك الفيديوز الجديده. استنوني في فيديوهات تانيه.